أهلا فيكن في قصة وخلاصة. بتبدأ الحلقة الثانية بسيونغ وهي في مكتب المدرسين مع التلاميذ يلي كانوا يدخنوا وغيون معاهن. يطلب المدرس منهم تفسير للشي يلي صار، خاصة سيونغ لأنها دخلت حمام الرجال. بعصب المدرس ويامرهن بأنهم ينظفوا المدرسة كعقاب. لما بيكونوا بالساحة تحاول سيونغ إنها تتكلم مع غيون بس يتجاهلها ويبعدها عنه، وبيحاول دايماً إنه يخلي بينه وبينه مسافة أمان. بمنظوره هو سيونغ بتجيب المشاكل بس ما بيعرف إنها بتعمل هيك لحتى تبعد النحس يلي فيه. لما بتحاول تخبره إنها كانت تحميه من روح شريرة، بعدها تغير لحشرة مشان ما يفكرها مجنونة. غيون كان رده قاسي عليها لأنه طلب منها ما تقترب منه حتى لو كان في خطر، وكل عادة بسبها وبيروح. سيونغ ما تستسلم، طلعت فيه وهي تبتسم وقالت المهم عندي لساتك عايش. تسمع سيونغ صوت كلب فبتستغرب، فمن فضولها تروح ناحية الصوت. لما توصل تشوف نار شاعلة، فكرتين تروح بسرعة وتطفيها. بعدها تشوف روح شريرة داخل مخزن المدرسة وتعرف إنه هو اللي أشعل النار. لما تكون تحكي مع الروح الشريرة ما تنتبه إنه الشباب المتنمرين كانوا وراها، فبيعتقدوا إنها عم تحكي معهم، ومشان هيك يتنرفزوا منها ويروحوا لعندها ويسألها رئيس المتنمرين جين أونغ: أنتي من مين ما بتخافي؟ بتحاول تفهمه أن ما كانت عم تحكي معه قبل شوي، بس ترجع تسكت لأنها رح تبين مجنونة وما رح يصدقوها. منشوف شخص جاي يصوبهم بس ما عرفنا مين. جين أونغ يهدد سيونغ إنه رح يضربها. ردت عليه إنه ما يتصرف هذا التصرف الفض معه، هي أصلاً جاية حتى تنظف المكان بدالهم وبتحاول تكون إنسان منيحة معهم. بعدين تخبرهم إنهم يروحوا وهي رح تهتم بتنظيف المكان. لما يروحوا تعبر عن خوفها من إنهم يضربوها. منعرف إنه الشخص يلي كان يتنصت عليهم هو غيون يبتسم ويقول إنها غريبة أطوار. بعدين منشوف الروح الشريرة كأنها إشارة لشيء رح يصير. يروح بينا المشهد لسيونغ وهي مع أمها الروحية. تحكي سيونغ لأمها كيف خلصت غيون من الموت، بس أمها تحكي لها إنها مرة واحدة ولسه باقي 21 يوم تانيين، وتفكرها كيف دخل لعندها بالمقلوب، يعني إنه شخص كتير ضعيف وسهل إنه أي شخص يهزمه. وبتحكي لها إنه الشي اللي عملتوه ما يعتبر إنجاز. تسألها شو هي خطتها للشي اللي جاي. سون بترد عليها وتحكي لها ما بتعرف أساساً، كل التمايم خلصوا لأن شبح المي كانت قوية فاستخدمتهم كلهم. أمها الروحية تمنحها تمايم جديدة وتنصحها تعمل خطة قبل ما تعمل أي شيء. تسألها سيونغ إذا عملتهم هي بنفسها، فبتخبرها إن أخذتهم من عند شخص متخصص فيهم. بتفرح سيونغ كتير بيهن. بيروح بينا المشهد لعند الشخص يلي عمل التمايم، ومنعرف إنه ما عمل يلي طلبته منه العرافة، بس عمل شي تاني. منشوف سيونغ وغيون وهن لساتهم متعاقبين. بتحاول سيونغ أن تقرب من غيون بس ببعدها كالعادة. لما تكون في القسم تبعهم بتفكر إنها تحط تميمة داخل تليفون غيون، بس ما تقدر. بيجي جيهو بيساعدها إنها تاخد التليفون. يجي جيهو وراها ويخوفها، كانت تحسبه غيون بتشوفهم الجدة وهن يحطوا التميمة في التليفون. تروح لعندهم ويتصدموا لما يشوفوها. بتسألهم إذا كان التليفون تبع غيون لأن هي من رسمت الأزهار عليه بنفسها. منروح لغيون وهو لساته في الفصل يبحث عن تليفونه، ومنشوف 2 من رفقاته وهن يحكوا إنه الأكل يلي جابته جدة غيون هو مجرد رشوة حتى يتعاملوا مع حفيدة بطريقة حلوة.
لما يطلع غيون أو من القسم منشوفهم يبحثوا عن حسابه في السوشيال ميديا، وعندها يعرفوا أنه كان الأول في الرماية وكان في الفريق الوطني للرماية. نرجع لجدة غيون أو وسيونغ أو وجيهو، وهم في الطريق فجأة جدة غيون أو بتحس بشوية تعب. بيجي بسرعة لعندها وبيخبرها أنه ضيع تليفونه ومشان هيك تأخر. بتعطيه تليفونه وبتخبره أنه مساعدوه أنهم يلاقيه، فبشك فيهم ويسألهم إذا عملوا شي بالتليفون. بتضحك الجدة وتقله صداقتهم حلوة. بيجاوبها غيون آو أنهم مو رفقاته. بيقول سيونغ أنه تريد تكون رفيقته. بتقول خلينا ناكل سوا ونصير رفقات. نرجع للقسم ونشوف الصف كله صار يعرف مين هو غيون أو. نروح لسيونغ أو هي مع رفقاتها، والجد بالطريق يلتقوا مع مدرب فريق الرماية. بيخاف غيون أو إنه يتعرف عليه، مشان هيك يعمل حاله بيربط خيوط حذائه. لما يفوت عليهم المدرب يوقفهم، فبيحس غيون أو كأنه عرفوه لما يحكي المدرب مع جيهو ويطلب منه الانضمام لفريق الرماية. يرفض. منشوف حزن غيون أو والجدة تمسك بإيده لحتى تواسيه. توصل سيونغ للبيت. تروح بسرعة تاخد التمائم من خزانتها. منشوف الخطة يلي عملتها مع جيهو لحتى يكون التمائم ببيت غيون أو. تروح سيونغ لبيته لأنه جدته عزمتهم للعشاء هي وجيهو، ولازم ياخدوها كفرصة ألون. تدخل سيونغ للبيت بعدما يفتح غيون أو الباب عن بعض. لما تدخل يبين عليه إنه ما حابب وجودها. تبدأ مهمتها وتحط أول تمايم في البيت. تسأله عن غرفته وين هي، بس ما يخبرها. يحكي لها تقعد هادية لحتى تجي جدته من برا. تطلب منه إن تشوف بيتهم. بيرفض ويطلب منها تقعد مكانها وما تتحرك. نروح للجدة وجيهو، وهن عند الجزار. بتشوف الجدة فالجزدانة، بتشوف إنه مصارية ما بكفوا. بيلاحظ جيهو الأمر فيخبرها إنه نباتي وما ياكل اللحم لأنه بيوجع معدته. بتضحك الجدة ويطلعوا من المحل. لما نرجع على البيت نشوف سيونغ وهي تخبي تميمة تانية بالبيت، وبالخفى عليه تلف البيت وتخبي في التمايم يلي عندها. بتحاول تفتح باب غرفة بيشوفها غيون أو ويسألها شو يلي بتعمل. بتخبره أنها جالسة على المخدة. بيسألها إذا بدها إياه يطرده من البيت، فترجع لمكانها فوراً. يجي غيون أو ويطللها كاسة مي دافية. لما تضل تطلع فيه يرجع ويحاول ياخد الكاسة منها، وبالغلط تنكب كاسة المية. فتحاول سيونغ تاخد منشفة من قدامها تتقرب لغيون أو. باللحظة دي توصل الجدة وجيهو. بلاحظ جيهو التوتر يلي بيناتن، فبيسأل شو يلي صاير وليش كل هالتوتر يلي بيناتن. بتسأل سيونغ ليش اشتروا كل هالخضروات. يخبرها جيهو إنه أصبح نباتياً. بيجتمعوا للعشاء ويكون كتير حلوة جمعتهم. لما ينتهي العشاء بيكون غيون وو والجدة بيغسلوا المواهين. يدخل جيهو وسيونغ للغرفة حتى يتكلموا بيناتهم. تستغرب وتسأله شو في. يحكي لها صح أنتي أهلك تبنوكي؟ بتجاوبه مو رسمي، بس أمي وأبي تركوني عند أمي الروحية وسافروا. بيسألها ليش تتعامل مع الأمر كأنه شي عادي. تحكي له إن لو خبت الموضوع لصار نقطة ضعفة، ولو تتظاهرت بالحزن يشفق الناس عليك. مشان هيك ما عطت الموضوع أهمية. منشوف غيون أو يستمع لحديثهم. بينتبهوا إنهم بغرفة غيون أو. بيحاولوا يخبوا التميمة الأخيرة فعلبة فيعملوا ضجة. بيدخل غيون أو عليهم الغرفة، فبيلاقي ميدالياته واقعين في الأرض. بيحكي لهم إنه عيب يخربوا ببيت شخص غريب عنهم. وبهي اللحظة تخبي سيونغ التميمة وترتاح. بعدها تتصل عليها مساعدتها وتخبرها إنها تأخرت على زباين. تطلع سيونغ من البيت بسرعة وتلحقها الجدة وحتى تعطيها حقيبتها وتشكرها باسمها الحقيقي جنية السماء والأرض. تتفاجأ سيونغ منها لأنها تعرف مين هي. تكون سيونغ كتير مشغولة، تعتذر منها وتروح بسرعة. نشوف الجدة صحتها كتير تعبانة بس تخبي عن غيون أو. نرجع لغيون أو وهو يقول لجيهو إنه ما بيهمه شو يلي بده يحكي لأصحابه بالمدرسة بعد يلي شافه.
يتصل مدرب الرماية بصديقه يسأله عن غيون أو ويطلب من رفيقه واللي هو مدرب الرماية السابق لغيون في مدرسته السابقة ويطلب منه يلتقوا بليل نشوف غيون حزين خاصة بعد ما توصل له رسالة من شخص مجهول. في اليوم الثاني نرى أن غيون أو صار على لسان طلاب المدرسة بعد ما خرج موضوع الحريق إلى الواجهة ويصبح الجميع يتجنبوه. ما هدا سيونغ آ وجيهو يستغرب أنهم جلسوا معاه، بيسألهم إذا ما سمعوا الشائعات، بيتصرفوا وكأنهم ما سمعوا سؤاله ويتعاملوا طبيعي، يطلبوا منه ياكل لأنه الأكل كتير لذيذ. بالليل نشوف جدة غيون عملت أكل كتير، بيوصل غيون ويشوفها يسألها ليش عملت كل هالأكل؟ تخبره أنه عملته لجارتها ورح تأخده لألا. لما تطلع الجدة من البيت يلحقها غيون وبشوفها داخلة لبيت العرافة. الجدة جابت الأكل لسيونغ آ لأنها كتير بتحبه. بعد شوي يدخل عليهم غيون وهو غاضب، يبدأ يصرخ على العرافة وما يعرف إنها سيونغ آ، ويوصفها بالوقحة وياخد جدته ويطلع. لما طلع صارت الجدة تعاتبه على تصرفه مع العرافة. في الصباح لما يدخل غيون الحصة بنشوف نظرات الطلاب ليه، فيعمل حجة بإنه رح يطلع زبالة لبرا. بيشوفوا جيهو بخبره لسه ما اكتملت، غيون يقله رح كمل كنس المدرسة. منشوف غيون أو وهو يدخل المستودع والباب يتسكر عليه. لما توصل سيونغ آ للمدرسة تسأل جيهو عن غيون، بيجاوبها أنه راح للمستودع. تتذكر الروح الشريرة يلي شافتها لما هونيك، والرؤية لما دخل عليها غيون البارحة وهو يحترق. لما تشوف أنه ما أخذ تليفونه فبتعرف أنه حياته بخطر. لما تطلع من الفصل بيشوف الطلاب دخان طالع من جهة المستودع. لما سيون آ توصل تلاقي المستودع عم يحترق، بتحاول تكسر الباب بعد محاولات بتكسره، وبتدخل لجوة المستودع بتلاقي غيون وهو مستسلم للموت. بتحاول تطلعوا من هونيك بس يمنع الروح الشريرة وتتقاتل معه، فلحظة كان حيخلص عليها بس يجي جيهو بآخر لحظة ويطفي النار بالطفاية. وخلال هالوقت تروح سيونغ آ وتمد إيدها لغيون أو لتساعده، فلقطة كانت كتير حلوة. لما يستدعيهم المدرس لحتى يفهم تفاصيل الحادث، غيون يضل ساكت وما يدافع عن نفسه، وهالشي يخلي سيونغ آ تعصب وتطلب منه مرة تانية ما يسكت ويدافع عن نفسه، لأنه بالآخر مو هو يلي عمل الحريق. منشوف سونغ آ وجيهو قدام المستودع ويسألها إذا لسه متمسكة بفكرة إنقاذ غيون أو. بعد نشوف غيون وهو يتكلم مع مدرب الرماية ويخبره إنه ما رح ينضم للفريق ولا يحاول يقنعه لأنه ما رح يقبل أبداً. نروح لسونغ آ وهي ببيتها، تجي لعندها جدة غيون وتحكي لها عن غيون وكيف كانت حياته، وبتحكي لها تكون جنبه دايماً وكانت بتقدر. لما حاولت سونغ آ تمسك إيدها لحتى تطمنها اكتشفت إنها مجرد روح، والجدة في هالوقت كانت فارقة الحياة. تبكي سيونغ آ وتروح ركض لعند غيون أو لحتى تكون معه في هالموقف. توصل لدار الجنازات، لما تدخل يتفاجأ ويطلب منها المغادرة، فبتصرخ بوجهه إنها ما أجت مشانه وأجت مشان جدته، وهي في قلبها تقول إنها ما رح تتركه لحاله ورح تنقذ حياته. وهيك خلص ملخصنا لليوم، انتظرونا بحلقة جديدة، خلونا اشتراك، كومنت ولايك يا غوالي.